اكتر حاجة بتوجع الراجل ان مراته ما تقدروش، بيترتب عليها حاجات كتير جدا. ما تفكريش ان انت قلة تقديرك لجوزك قدام ولاده ده هيخليه مبسوط، قدام الناس ده هيخليه مبسوط، بالعكس انت كده بتكسريه قدام ولاده وقدام الناس. قدام ولاده لما يكبروا حتى وهم صغيرين مش هيحترموه. ليه؟ لان ماما في الرايحه والجايه بتهزقه، او في الرايحه والجايه ما بتقدروش، مش محسساه اصلا ان هو راجل البيت، ان هي ست البيت. الراجل من دول بيطلع من الصبح يجي اخر النهار طول النهار مهدود، طول النهار طالع عينه علشانك وعشان ولاده، فما يكونش جزاته في الاخر ان انت ما تقدريهوش، ان انت ما تحترميهوش، ان انت اول ما يجي ما تقولوش الحمد لله على السلامه وانت وشك مبتسم وانت فرحانه برجوعه. دخلت الراجل على مراته بالدنيا واللي فيها، ده لو انت ست صح محترمه ومتربيه. لو انت ست ما انتش فاهمه اصلا يعني ايه احترام الزوج، هيبقى بالنسبه لك كل حاجه عادي، بس صدقيني انت اللي هتبقي غلطانه، لان بيترتب عليها حاجات كتير جدا. انت بتربي ولادك غلط، شايفينك انت ما بتقدريش باباهم، هيطلعوا مش بيقدروه. البنت دي لما تروح بيت جوزها هتبقى هي هتحب تقلدك في كل حاجه، هتطلع زيك في كل حاجه، في كل تفاصيل حياتك اللي انت كل حاجه بتعمليها مع باباها هي تعملها مع جوزها. لما يجي جوزها يقولك دي تربيتك، دي تربيتك انت اللي ربيتيها كده. البنت بتطلع متربيه من بيت اهلها، الناس بتعرفها من مامتها. لو انت صالحه وبتعرفي يعني ايه تحترمي جوزك، بتعرفي يعني ايه تقدريه ما بينك وما بينه، ما بينك وما بين قدام الناس وما بين اي حد، بتقدريه وبتحترميه. ولادك هيطلعوا كده. بنتك دي لما تتجوز هتحترم جوزها، الناس هتقول جوزها اول واحد، هيقولك انت عرفتش تربي. انما لو بنتك طلعت زيك الناس هتاكل وشك، هتقول البنت طالعه لمامتها. زي ما بنقول كده عندنا في الامثال، اكفي القدر على فمها تطلع البنت لامها. فعلا هتطلع لك في كل حاجه. فلازم كل ست تربي ولادها صح، تحترم جوزها يحترمها قدام ولادها، علشان يربوا اطفال سويين، عندهم اتزان، ما عندهمش خلل في اي حاجه، عندهم احترام لاهلهم وللاخرين. لان لو البنت والولد مش بيحترموا باباهم عمرهم ما يحترموا اي حد تاني. يا ريت نعرف نربي ولادنا صح، يا ريت كل ست تقدر جوزها، يا ريت كل زوج يقدر مراته، يا ريت نربي ولادنا صح علشان نطلع في مجتمع سوي، وعلشان الدنيا كتر الطلاق جامد بسبب قلة احترام الزوجين لبعض، والولاد بتتشرط في الاخر، والولاد هي اللي بتبقى مظلومة في النص. يا ريت نربي ولادنا صح، يا ريت نحافظ على شكلنا قدام الناس وشكلنا جوه بيوتنا. يا ريت تحترمي جوزك.